هو عالم عربي مظلوم جدا. الناس زمان كانوا فاكرينه مجنون. راجل وقف قدام الناس كلها وقال انا هطير. في زمن كانت فكره الطيران نفسها جنون. الناس كانت بتضحك عليه وكانت بتقول عليه ساحر ومشعوذ، لكن هو كان مؤمن ان الانسان يقدر يطير. ده خلاه يعمل اخطر تجربه في حياته. اول محاوله طيران حقيقيه مبنيه على دراسه علميه في التاريخ. في سنه 875 ميلاديا صنع جناحين ضخمين من الريش والحرير، وقعد سنين يدرس حركه الطيور وطريقه رفرفه الاجنحه والهواء بيشيل الطيور ازاي. ما كانش تجربه عشوائيه، دي كانت نتيجه سنين طويله من التفكير ومن الدراسه. واثق في نفسه وقرر ينفذ التجربه قدام الناس كلها، وعلى عكس توقعات كل الناس التجربه نجحت، وعباس بن فرناس فضل طاير في الهواء 10 دقايق كاملين. وده كان رقم مرعب بالنسبه للزمن ده على فكره. المدينه كلها كانت متجمعه تتفرج عليه، وبين الناس كلها بعد ما كانت بتضحك عليه اتحولت كل الضحك ده لدهشه وصدمه. لكن للاسف الحلو ما يكملش. عباس بن فرناس عرف يطير بس ما عرفش يهبط، لانه نسي اهم تفصيله في التجربه، الديل، وهو الجزء المسؤول ان هو يوازن جسمه ساعه الهبوط. فسقط سقوط قوي تعرض فيها لكسور والاصابات شديده جدا. ولكن على عكس الاشاعات المشهوره، عباس بن فرناس ما ماتش في التجربه دي، عاش بعدها 12 سنه. هو العالم العربي المسلم عباس بن فرناس. هنحكي حكايته دلوقتي، خليكم معانا. اتولد سنة 810 ميلاديا في قرطبة بالأندلس، لكن أصله كان أمازيغي من شمال أفريقيا، وعاش في العصر الأموي، وكان قريب جدا من قصر الخلفاء. عباس بن فرناس ما كانش مجرد راجل بيحاول يطير، ده كان موسوعة ماشية على الأرض. كان عالم في اللغة العربية وفي البلاغة، وشاعر لا يشق له غبار. ومسكتش على كده، ده كمان اتعلم الطب، وبقى من أشهر أطباء الأندلس، لدرجة إنه تعين طبيب خاص للقصر. الخلفاء كانوا واثقين في عقله جدا، وعاملين له ميزانية مفتوحة للبحث العلمي، أي أدوات، أي تجارب، وكانوا بيدعموه عشان يشوفوا عقل عباس بن فرناس ممكن يوصل لإيه. على فكرة ده ما كانش العلم الوحيد اللي أبدع فيه عباس بن فرناس، كان موسيقي بارع جدا، وكان من أمهر الناس اللي عزفت على العود في وقتها. وما سكتش على كده وقال خلاص، ده داخل كمان في مجال العمارة والنحت، وتميز فيهم جدا زي ما تميز في الموسيقى وفي الطب. كان من أعظم علماء الفلك في عصره، وكان عنده اختراعات وأفكار كتيرة جدا، وللأسف الشديد جزء كبير جدا منها ضاع أو اتنسب لناس تانية. من اختراعاته إن كان من أوائل الناس اللي طوروا صناعة الحبر، وكمان اشتغل على صناعة الزجاج، واستخدم رمال من قرطبة عشان يطور طرق الصناعة. غير إنه اخترع مادة بتطلع دخان كتير جدا وبتسبب الدموع، نقدر نقول عليها دلوقتي إنها شبه كده القنبلة المسيلة للدموع. وكمان اخترع جهاز اسمه ذات الحلق، وده كان جهاز فلكي معقد جدا بيساعد على رصد حركة النجوم والشمس والكواكب. حتى كمان الكريستال ما سابوش في حاله، اخترع طريقة خاصة بيه هو لتقطيعه وتشكيله. يعني الراجل ده ما كانش مجرد عالم وخلاص، ده كان عقل سابق عصره بقرون. لكن رغم كل ده الناس ركزت مع سقوطه اكتر ما ركزت مع طيرانه 10 دقائق. وبدأ بعض الحاقدين ينشروا عنه ان هو كافر وساحر ومشعوذ. وفي مرة اثناء وجوده في مسجد في قرطبة اتجمعت عليه مجموعة كبيرة من الناس، وتعرض لمحاكمة شعبية قاسية جدا. تخيل معايا، من طبيب وعالم ومخترع لمتهم بالكفر. وطبعا ده اثر على نفسيته بشكل كبير جدا، خلاه دخل في حاله اكتئاب، وبدا ينعزل عن كل الناس في اخر ايامه لحد ما مات. كان في اختراعات وابحاث كتيره جدا باسمه، لكن للاسف محدش قدرها وقتها. ولكن بعد وفاته بسنين طويله بدا العالم كله يفهم ان الراجل اللي كانوا بيقولوا عنه مجنون كان سابق زمنه بقرون طويله، وان الانسان اللي ضحك عليه وهو بيحاول يطير كان واحد من اوائل الناس اللي فتحوا الباب لفكره الطيران اصلا. رحم الله العالم الكبير المسلم عباس بن فرناس. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنونا في الحلقه الجايه. سلام.